التحدي الأكبر بالنسبة لي هو إن أنا أكون أصغر مدير فني يحصل على بطولة قارية وبطولة الدوري العام لنادي الزمالك، وهو ده التحدي الكبير بالنسبة لي. بشكر مجلس الإدارة وكابتن أيمن وهاني بيه شكري والدكتور كمال طبعا وكل أعضاء مجلس الإدارة على الثقة اللي هم حطوها فينا، وبأكد إن أساس نجاحنا إن إحنا شغالين على نفس الخط. يعني إيه شغالين على نفس الخط؟ يعني إحنا كل يعني شغالين على نفس الخط، يعني احنا بنحاول ان احنا نحصل على بطوله حاليا البطوله اللي احنا شغالين فيها، وفي نفس الوقت بنخطط للمستقبل. وده اصعب شيء في العلم الرياضي، اصعب حاجه في علم التدريب وفي علم التخطيط الرياضي ان انت تنافس على البطولات اللي انت بتشارك فيها حاليا وفي نفس الوقت تخطط للمستقبل. وباكد ان مش عايز اقول فشل، لكن من ضمن اسباب عدم نجاح الادارات الفنيه قبل كده ان هم كانوا بيحاولوا يحلوا مشاكل وقتيه، مشاكل قدامهم دلوقتي، وما بصوش للمستقبل. فين مستقبل نادي الزمالك؟ فين مستقبل فريق الكوره بتاع نادي الزمالك؟ عشان كده من اول يوم جينا فيه واتكلمت انا وكمال بيه والاعضاء المجلس كلهم، قلت لهم ان احنا لازم، وهم اتفقوا معايا ان احنا لازم ننافس على البطولات اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، وفي نفس الوقت نحضر للموسم الجديد والمواسم القادمه. فاحنا شغالين في نفس الخط، وباكد ان هي لحظه فخر ليا، لكن اكبر لحظه فخر هتبقى بالنسبه لي هو ان انا اكون اصغر مدير فني يحصل على بطوله نادي الزمالك. باكد ان لولا الجهاز الفني واساتذتي واللي زي يعني بعتبره زي ابويا الكابتن عبد الرحيم محمد، وطبعا الكابتن احمد عبد الحليم وكل اعضاء الجهاز الفني، ان لولاهم ما كنا بدانا هذه البدايه الجيده اللي هي بالنسبه لنا مجرد بدايه هنبني عليها لمستقبل مشرق باذن الله لفريق كره القدم. شكرا. بالتالي انا اعتقد ان عقدي مع نادي الزمالك هو عقد حياه، عقد امدي من ايام ما كان عندي 7 سنين و8 سنين وكابتن عبد الرحيم كان مدربي لغايه يومنا هذا، مرورا بعودتي لنادي الزمالك كلاعب مره واثنين وثلاثه. سؤالين لكابتن ميدو. السؤال الاولاني، في انتخابات في مجلس اداره نادي الزمالك القريبه، هل انت عندك تخوف ان في حاله وجود مجلس اخر ان ممكن مثلا العقد ده ما يتبانش، ولا انت بتبص على لونج تيرم بغض النظر عن الاداره؟ السؤال الثاني، نجاح ميدو في منصبه كمدير فني، هل انت شايف ان هو هيفتح الباب امام جيل كامل من المدربين الشبان اللي ما خدوش فرصتهم لغايه دلوقتي؟ لان احنا بنتكلم في 5 6 اسامي يمكن بيدوروا على فرق الدوري كلهم، يبقى عندنا جيل ثاني. اتفضل. طبعا بالنسبه للانتخابات هي امر واقع لازم نتعامل معاه. نادي الزمالك بقاله فتره كان بيمر بمجالس اداره معينه، ودلوقتي ممكن يكون هو الوقت الصح ان ممكن يبقى فيه مجلس اداره منتخب من قبل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي. احنا كفريق كوره بنبعد تماما عن هذه القصه، وبنتعامل مع كل المرشحين بمسافه واحده. احنا علينا هدف واحد بس، وهو ازاي نطور فريق كرة القدم، ازاي نخلي فريق كرة القدم مقبل على نجاحات قادمة بإذن الله، وأيا كان مين هيبقى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فاحنا بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى منه الدعم اللي زي الدعم اللي موجود من مجلس إدارة المجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور كمال درويش. هو ده اللي بنطلبه منه بس، ان نقبل بنفس الدعم من هذا المجلس. أما بالنسبة لموضوع المدربين، أنا شايف إن بإذن الله نجاحي مع نادي الزمالك هيفتح للشباب في كل المجالات مش في التدريب بس، وهيشجع المؤسسات الدوله على ان هي تدي فرصه للشباب في المراكز القياديه. وبداناها احنا هنا في نادي الزمالك. نادي الزمالك على فكره مش اول مره ان هو يكون ليه السبق في كل حاجه، نادي الزمالك كان دايما ليه السبق، وباذن الله خطوه احمد حسام والخطوه اللي اتخذها مجلس الاداره تكون خطوه سبق لجميع مؤسسات الدوله باذن الله. اهم المشاكل اللي واجهت الاجهزه الفنيه قبل كده ان هم تعاملوا في موضوع المستحقات، انا في رايي فكر خطا. يعني ايه فكر خطا؟ ان هم فتحوا الباب لاستخدام لعيبه جداد بملايين الجنيهات، وفي نفس الوقت اللي كانت اللعيبه داخل غرفه خلع الملابس ما كانوش حصلوا على مستحقاتهم. احنا عالجنا القصه دي ان احنا قلنا لعيبتنا ان احنا من جهه مجلس الاداره ومن جهه الجهاز الفني ان احنا لن نتعاقد مع اي لعيب يتقاضى الملايين ويطلب مقدم عقد قبل ما انتوا تحصلوا على مستحقاتكم. وده لقينا فيه رد فعل جيد جدا من اللعيبه ان هم حاسين ان بقى فيه عدل،
ان كنا قبل كده بنعيش في قصص ان يخش 1.5 مليون جنيه النادي، يخش 2 مليون جنيه، فيلاقوا ان النادي عليه شيكات لازم يدفع الفلوس دي للعيبه بره، واللعيبه في الفرقه ما خدتش فلوسها. الكلام ده الحمد لله مش موجود معانا. وفي نفس الوقت اللعيبه اللي احنا بنبحث التعاقد معاها هم لعيبه صغيرين في السن، ولعيبه ان احنا نقدر نبني بيهم للمستقبل. مشكله المستحقات امر واقع بنتعامل معاه بمبدا العدل زي ما انا بقول، وبمبدا العدل في المساواه في المستحقات. والاهم ان اللعيبه شايفه ان احنا بنجري ورا مستحقاتهم، يعني احنا ومجلس الاداره احنا بنتخانق عشان ندخل لهم فلوس النادي، وبنصارع عشان ندخل لهم فلوس النادي، ودي نقطه نفسيه مهمه جدا بالنسبه للاعيب الكوره داخل نادي الزمالك. المستقبل مش هيحط على لاعبين صغار السن فقط، ولكن ازاي ان احنا نربط شغلنا بقطاع الناشئين، وده فعلا كابتن ايمن يونس كان عنده اجتماعات وميتنجز مع الدكتور محمود سعد، وانا كان عندي ميتنج يعني اجتماعات مع الدكتور محمود سعد ازاي نربط شغلنا بقطاع الناشئين. اي نادي ناجح او اي منظومه ناجحه في اي رياضه مش كره القدم بس، لازم يبقى شغل نفس شغل القطاع الناشئين يبقى مرتبط بالفريق الاول. عشان كده الكابتن ايمن يونس شكل فريق الامل، اللي انا في رايي ان هو نقطه ايجابيه مهمه جدا بالنسبه لنا. ليه؟ عشان اشرح لكم برضه. احنا عايزين يعني الموهبه لا تكفي، وده كان كلام يا كابتن ايمن، ان انت تبقى موهوب ده لا يكفيك ان انت تخش على طول في الفريق الاول في نادي الزمالك، لكن ان انت تمر بمرحله ان انت تتعود على سيستم الفريق الاول من خلال الفريق الامل، من خلال المباريات الوديه، ومن خلال نظام التدريب اللي احنا شغلنا هيبقى مرتبط بشغل الفريق الامل فيه، ده مهم جدا بالنسبه لنا. يعني ايه؟ يعني اللعيب قبل ما يطلع لي الفريق الاول يبقى لاعب 20 25 مباراه بنفس السيستم اللي انا بلعب بيه، عشان لما يطلع يلعب معايا ما علموش انا بدايه الشغل من اول وجديد. كلها حاجات فنيه صغيره احنا شغالين فيها عشان نرسم مستقبل نادي الزمالك باذن الله. اما بالنسبه للقب الافريقي طبعا احنا اكتر نادي حصل على بطولات في القرن الماضي، لذلك انا بقول ان دايما بعيدا عن حسبه النقاط، انا في رايي ان اكتر نادي حصل على الالقاب القاريه يكون من حقه ان هو يكون نادي القرن الافريقي، لكن الاتحاد الافريقي كان ليه حسابات اخرى، واحنا مجلس الاداره اللي انا عرفته ان هم هيطالبوا بمراجعه هذه الحسابات، وان شاء الله لقب نادي القرن الافريقي يرجع لنادي الزمالك، اللي انا في رايي ان هو احق نادي ان هو يكون نادي القرن الافريقي.